إبراهيم عيسى بيطل علينا من جديد، المرة دي بقى بحوار مع الشيخ الشعراوي الله يرحمه. ما هو راجل عاشق للترند، بقاله فترة محدش بيتكلم عنه. وخلصنا بقى من حوار الصيدلي اللي كان بيقرأ قرآن والتشكيك في قصة الإسراء والمعراج. دخلنا في الشيخ الشعراوي وقال عليه كلام يعني بشع، واتهمه انه داعشي وقتال قتلة. والحقيقة العيب على مؤسسة الأزهر إن هي سايبة كل من هب ودب يتكلم عن مشايخ وعلماء أجلاء وفادوا الأمة المصرية والإسلامية وعرفوا الناس بدينهم بطريقة كويسة زي الشيخ الشعراوي، اللي ما أعتقد يعني ما كانش يختلف عليه اتنين غير إبراهيم عيسى، يعني أبو حمالات أفندي. اللي ما يقدرش يفتح بقه ويتكلم عن الدين المسيحي، اللي لو دور فيها هيلاقي حاجات كتير يتكلم عليها، لكن هو ما يقدرش يتكلم إلا على الدين الإسلامي، لأن مفيش حد يدافع عنه للأسف، ولا دولة ولا مؤسسة أزهر. الراجل ده لازم يتحاكم. أنا ما أنا مش عارف هو متساب ليه بصراحة يعني.